الفنانه الرائعه المصريه الاصيله اللي جت النهارده علشان تشارك شعب بورسعيد واليتامى في بورسعيد، الفنانه الجميله غاده ابراهيم معانا على راديو سيتي اف ام. الفنانه غاده، اهلا وسهلا بحضرتك معانا على راديو سيتي اف ام. اهلا بيك ومبسوطه ان انا معاكم. مفيش حاجه اسمها يتم، مفيش حد يتيم. احنا كلنا اخواتهم واهاليهم، امهاتهم واخواتهم الكبار وبيوتنا وقلبنا وحبنا ليهم. فمفيش يتم ان شاء الله، ما يبقى مفيش يتم، وما يبقاش يوم الاحتفال يوم في السنه، يبقى كل الايام احتفالات. شايفه ان الكلمه دي كلمه عنصريه؟ اه طبعا، عامله زي مسلم ومسيحي. يعني ايه يتيم؟ يعني اليتم الحقيقي انك تحس ان مفيش حد بيحبك، مهتم بيك، معتني بيك، مش فاتح لك قلبه. لا، احنا قلبنا كلنا ليهم، فمفيش يتم، لا. إذا كان كده لماذا يقتصر اليوم احتفال باليتيم، أو يعني زي ما احنا يعني هو مسمى الآن هو يوم اليتيم، يعني لماذا يقتصر على هذا اليوم؟ يعني أنت شايفة إن هو اليوم ده بس، ولا المفروض طول السنة ويكون وإيه أفكارك اللي ممكن تتعمل بحيث إن يكون ده على طول دائم، مش مجرد اللي هو يوم واحد بس؟ ما ده اللي انا قلته من شويه على المسرح، قلت ما يبقاش فيه يوم ما يبقاش في حاجه اسمها يوم يتيم. يوم اخاء، يوم حب، يوم عطاء، يوم في حب مصر، ويتعمل كل شهر. ليه يوم في السنه بس؟ طب أنتوا كفنانين، طب ليه ما بتتحركوش في أي يوم تاني بخلاف هذا اليوم؟ لان احنا ما بندعوش غير على اليوم ده. لو اتعمل اي ايام تانية بنروح. لا، انا عن نفسي ادخل كده على الفيسبوك عندي او على البيج بتاعتي، هتلاقي عندي نشاطات كتير قوي، مش في بس في الاطفال، في الاعاقه، في كل حاجه يعني. فانا عندي نشاطات كتير قوي في المجال الانساني والخيري. انما لما حد بيدعونا بنروح، ما عنديش مشكله خالص. الأحداث الأخيرة في بورسعيد، مباراة المصري والأهلي، يمكن ناس كتير شككت في كرم وضيافة شعب بورسعيد، وشككت في تاريخ بورسعيد. وانتوا النهارده موجودين في بورسعيد، يعني برضو يعني كانت ناس متخوفة، لا ما حدش يقدر يجي، ده في حصار، ده شعب بورسعيد كذا وكذا، زي ما احنا سمعنا في وسائل الإعلام. تقولي ايه برضو من خلال وجودك النهارده في بورسعيد؟ اولا اللي حصل في ماتش الاهلي والمصري ده، انا متاكده، انا وكتير قوي من الناس العاقله، ان في طرف ثالث وايد خفيه. هتقولوا لي اللهو الخفي ولا في طرف ثالث. شئتم ام ابيتم في طرف ثالث. احنا مليون مباراه اتعملت، عمر ما حصل الكلام ده. مش اول مره الاهلي يلعب مع المصري. ممكن يبقى في عنف، ممكن يبقى شد، عادي زي اي ماتش. انما اللي حصل ده مترتب وفي ايد خفيه، وده دور وزاره الداخليه انها تكشف عنه. ما تقولش في طرف ثالث وخلاص وتقفل الملف، لا، تكشف عنه، لان في طرف ثالث هدفه يزعزع استقرار البلد، ما تنهضش، ما تستمرش لقدام. فانا متاكده ان في طرف ثالث في حتى في احوال مصر اللي حاصله في طرف ثالث. طب إذا كان هناك طرف ثالث، فكانت هناك اتهامات لمدينة بورسعيد، وزي ما احنا سمعنا وشفنا في وسائل الإعلام، تقولي إيه لهؤلاء وتقولي إيه لشعب بورسعيد؟ لا، هي مدينه بورسعيد ظهرت فجاه. طرف ثالث هو اللي ظهر فجاه. مدينه بورسعيد اتلعب على ارضها مليون ماتش مع الاهلي وغير الاهلي، ما حصلش قبل كده الكلام ده. تقولي إيه للإعلام وتقولي إيه لشعب بورسعيد؟ اقول الاعلام المندس، مش الاعلام المحترم. اقول له بطلوا تهويل، وبطلوا تعملوا فتنه طول الوقت، وبطلوا تبقوا اعلام غير موجه، وتبقوا اعلام مثير عايز فضايح وخلاص. ابعدوا عننا وسيبونا، سيبونا ننهض بالبلد. واقول لشعب بورسعيد انتوا شعب باسل محترم، محفور اسمه في التاريخ. مش حاجه عدت عليكم كده ممكن تعمل مشكله، لا، دي حاجه واتنست خلاص، اتمحت. احنا هنفضل ايد واحده، مفيش حاجه اسمها قاهري بورسعيدي، مسلم ومسيحي، اهلاوي ومصري، لا لا، مفيش الكلام ده. في مصر، في كيان، في شعب مصري ونسيج واحد. فايد واحده مع بعض نقدر ننهض بالبلد دي وننهض بكل حاجه، بدءا من الكوره لغايه السياسه. كلمة أخيرة تحبي، يعني حابين اللي حضرتك تقوليها لراديو وسيط اف ام اللي بيسجل مع حضرتك دلوقتي؟ اقول لكم مبروك اولا، وميرسي انكم موجودين في مناسبة خير زي دي. يا رب نتقابل دايما في مناسبات خير كتير، واتمنى تواصلوا تواجدكم، بس مش في الاعمال الخيرية بس، في الفنية والسياسية والرياضية، كل الاحداث تشاركوا فيها، ونبقى متواصلين مع بعض في الخير، ونتقابل بورسعيد تاني ان شاء الله. ان شاء الله. شرفت بورسعيد، وعايزينك ان شاء الله تكوني دايما يعني مش ضيفة، صاحبة مكان وصاحبة بلد. ميرسي، بحبكم جدا جدا، وبحب شعب بورسعيد، وبحب النادي المصري لانه بيلعب حلو قوي بجد. والتوأم كان عامل تحبي مين في شغل. بورسعيد في النادي المصري؟ بحبهم كلهم، ومستر كامل ابو علي ما هو منتج سينمائي وبنشتغل معاه. والتوأم كان عامل شغل حلو قوي بجد والله، يعني خلينا نقول ان هو عمل شغل وعمل طفره في النادي.
بحب شعب بورسعيد وبحبكم لان اسكندرانيه، يعني احنا ولاد عم، فيا رب متجمعين في الخير. شايف الكلام ده يعني يزعل جمهورك؟ يعني دلوقتي كل واحد بيخاف اللي هو يتكلم عن بورسعيد كلمه بحيث اللي هو لا. انا ما بخافش، بخاف من ربنا بس. الحق حبيب الله، فانا ما بخافش غير من ربنا. الحق حبيب الله، فانا بتكلم كلام خير، كلام لمم شمل مصر كلها كده. يا رب دايما خير ان شاء الله. بحبكم جدا. غادة ابراهيم، الف شكر.